ما عادش الا 5 شهور وتحقق حلمك. افرح، بقول لك افرح، ما عادش الا 5 شهور وتحقق حلمك. فاهمه الفتره اللي انتوا فيها حاليا وفاهمه كل حاجه، ولكن هم 5 شهور وفعلا تحقق حلمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا زهراء. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن فيديو مهم جدا من اول نقطه لاخر نقطه، وهيجاوب على كل الاحاسيس اللي انتوا بتمروا بيها الفتره الحاليه. بس مبدئيا احنا كده بقالنا شهرين على اليوتيوب. شكرا جدا على الدعم الكبير ده، وكمان اتمنى ان انا فعلا اكون سبت فيكم اثر كويس واكون ساعدتكم ولو بقدر لا باس به. وكلنا ان شاء الله نحقق احلامنا، ان شاء الله نحقق احلامنا. نحط لايك بقى للفيديو تقديرا للمجهودات دي كلها، ونكبر الشاشه عشان فعلا نستفاد. اول حاجه هقولها في الفيديو ده، عشان انا بتضايق جدا جدا لما بلاقيها مكتوبه في الكومنتات وبتتكتب من زمان اصلا: هو الفتره اللي جايه كافيه ولا اجل السنه؟ يا جماعه طلعوا من دماغكم فكره التاجيل دي، طلعوها ولعوا فيها. الفكره دي ما تجيش في دماغكم تاني ابدا ابدا. الفتره الجايه انت قدامك 5 شهور، 5 شهور في 30 يوم من 24 ساعه معاك كاملين من اول يوم لاخر اليوم. ده كافيه ونصين وثلاث ارباع. انا مش ده كافيه جدا بجد والله. الفتره اللي جايه كافيه جدا. وعلى فكره انتوا تحسوا بالكلام ده في اخر السنه، يعني تيجي توصلوا ايام الامتحانات كده: يا ده كل الوقت ده كان كفايه ان انا اعمل حاجات كتيره قوي. هتلاقوا الشهر اللي قبل الامتحانات ده ده الشهر الوحيد اللي قبل الامتحانات ده اهو هتخلصوا فيه كم كبير جدا والله العظيم. هتقولوا ان الفتره دي كلها كانت كافيه. فنطلع الفكره دي من دماغنا. اعرف ناس والله بجد عاشوا في جحيم، يعني كلمه جحيم دي قليله، عاشوا في جحيم لفكره بس ان هم اجلوا السنه تاني. يعني انت مثلا متخيل انك هتعيش نفس القرف ده تاني؟ هتعيش نفس السنه دي تاني؟ هترجع تروح دروس تاني؟ يا عم ده اخر سنه تروح فيها دروس اصلا. هترجع تعيش كل الكلام ده تاني؟ فالفكره دي نطلعها من دماغنا، والفتره الجايه كافيه جدا. نظم وقتك، ولو شفت الفيديوز بتاعتي كلها انا مسهله عليكم بجد حاجات كتيره قوي. وفعلا كل كلمه انا بقولها من قلبي وبجد من قلبي، وبقولها وانا عارفه نتيجتها كويس قوي ومجرباها، وعارفه اهم حاجه ان انا عارفه النتيجه كويس قوي. فالمهم يا جماعه ان احنا فعلا الوقت قدامنا كافي وطويل، الحمد لله ان هو فعلا طويل. وانت تقدر على فكره والله، كل واحد فينا يقدر. 10 ايام حتى لوحدهم شهر يفرق، ما بالك ب5 شهور. وقت يعني قدامك فرح بجد كافي، بس انت استغله، بجد استغله. طيب، حاجه اغلبكم بيفكر فيها: هو انا ربنا هيساويني باللي بدأ من اول السنه وبيحل من اول السنه ومجتهد من اول السنه؟ انا ربنا هيساويني بيه يعني؟ هو ده يعقل يعني؟ اولا الحساب ده غلط، طريقه الحسابات دي كلها غلط. اولا مش بالحسابات دي، ربنا ما بيحسبهاش كده ابدا ابدا ابدا. فهي مش كده خالص. لو فعلا على فكره الشخص اللي يمكن بادئ من دلوقتي، بادئ تماما، مش هو عنده كمان خلفيه عن المنهج قبل كده، بس اهتم ونظم وقته واغتنم وقته بطريقه صح وفعلا خلص كل اللي وراه اول باول كده، احب اقول لكم ان هو، مش عايزه اقول يعني هو هيعديه، بس هو فعلا هيعديه. لو التاني ده اهبط، لو التاني حس بهبوط، طبعا يكون بستريس عالي قوي، يكون بستريس عالي. يا عم هم 5 شهور، هم 5 شهور، وبعد كده هيحدد لك طرق كتيره قدام. ايه المشكله؟ 5 شهور ستريس مش ستريس بقى، هم 5 شهور وخلاص، احنا نقضيهم ان شاء الله كده، احنا دايسين اساسا. فالمهم يعني ان مش بالحسابات دي خالص والله. طالما ان الشخص بيجتهد حتى لو بدأ من اول السنه ومجتهد، طبعا ده ليه الاولويه وليه الحق، بس يكمل باجتهاده ده لاخر لحظه واخر يوم في السنه. فكملوا باجتهادكم. وعلى فكره برضو طبيعي ان يكون في فترات ثغور. طبيعي ان انا احس بهبوط واحس بكسل. خد لك يوم بريك وارجع اقوى من الاول. دي حاجه انا بقولها على طول على فكره، ودايما برد عليها في الكومنتات. تحس ان انت هبطان وخلاص الدنيا قفلت في وشك، مش دلع، هبطان بجد وفقدان كل حاجه. يوم بريك، وفي اخر اليوم ده تخطط لليوم اللي بعده وتكون قوي ومع نفسك كده، وترجع اقوى من الاول. عارفه ان انتوا حاليا حاسين بستريس وبضغط كبير جدا، ولكن افتكروا ان انتوا عديتوا 6 شهور وما بقاش غير 5 شهور. لو بتاخد دروس اونلاين تقريبا كده بنسبه كبيره لازم الدنيا تبقى مزنقه معاك. نسبه كبيره منكم اللي بياخد دروس اونلاين لازم الدنيا تبقى مزنقه معاه. فكره انك تكون رقيب على نفسك في وسط كل ده مش حاجه لطيفه قوي. فلو انت حاسس، لو انتوا حاسين ان انتوا عندكم تراكمات والدنيا مزنقه عليكم، انزلوا الدروس. طب لو انا كويس ومفيش تراكمات الحمد لله وكل حاجه بيرفكت وماشي تمام، خلاص ما تنزلش. ولكن بنسبه كبيره منكم مراكمين الدنيا، فانزلوا عشان ما تندموش في وقت مش هينفع فيه الندم. وان شاء الله ما هيجيب ندم ابدا، وانا على طول اصلا بفوقكم على طول كده بديلكم الخلاصه. فان شاء الله مش هيجيب ندم. ابدا مراجعه دلوقتي. انا يا جماعه بجد هسيبكم انتوا تردوا على السؤال ده. يعني مثلا لو انت بتخلص الجديد وبرفكت جدا وبتذاكره كويس قوي بضمير ومش تقصير، عشان انت مش يعني عشان يريحك قدام في المراجعه وما ترجعش عليه تاني زي الاولاني، زي من بدايه شهر 8 مثلا والكلام من ده. فلو انت فعلا بتذاكره كويس قوي وبتذاكره بضمير جدا، عشان قلت زي ما قلت انه يريحك، وانت اصلا مش مطالب ان انت تراجعه دلوقتي. يعني انت بس مطالب حاليا انك تخلص الجديد، كل الجديد اللي وراك وما تراكموش وتذاكر كويس عشان يريحك قدام.
اما القديم اللي انت اصلا نسيته طبيعي انك هتنساه، طبيعي ان اي حد، طبيعي كلنا مرينا بالحاجه دي ان احنا نسيناه. في المراجعه ان شاء الله انت بتراجع على كل باب الاول، كل باب بكل دروسه بتذاكره من اول وجديد، وبتحل عليه، بتحل على كل باب. وبعد ما كل الابواب تخلص بتدخل في مرحله حل الشامل. فكده كده ان شاء الله المراجعه بتبقى مكثفه فعلا، وبتبقى يعني حاجه تلم لك الدنيا كلها. الحاله التانيه بقى لو انت فعلا عندك وقت وتقدر انك تراجع على الحاجه دي، فده شيء كويس تمام، راجع عليها. وعلى فكره انا لو اول ما الكتب كانت نزلت ما كناش احنا لسه خلصنا المنهج، اول ما كانت كتب المراجعه كانت نزلت، اول خالص لما نزلت ما كانتش لسه خلصنا المنهج، فكنت يمكن رجعت على شويه ابواب كده مع نفسي، مش المدرس، ما كانش معايا المدرس، رجعت شويه على حاجات كده مع نفسي وكنت طبقت عليها كمان. فانتوا لو عندك وقت، لو في حصل فعلا عندك وقت، خلاص تبقى مراجع وما تستقلش بالحاجه اللي تراجع عليها، هتكون حاجه بسيطه بس ما تستقلش بيها يعني. طيب لو انا اصلا عندي تراكمات، انا في كل فيديو شهر، يعني هما شهرين اصلا انا عملتهم يعني، في كل فيديو ليهم يعني كنت بقول لكم ازاي تتعاملوا مع التراكمات والجدول المظبوط والخطه المظبوطه وازاي تمشي الدنيا. في الشهر ده انا مش هقول لكم تعملوا كده ولا يهمكم تراكمات ولا بتاع، اهتموا بالجديد يا جماعه، اهتموا بالجديد قوي، ان كده كده المراجعه ان شاء الله جايه، ما عادش كتير على المراجعه. التراكمات دي كده كده هتراجع عليها كانك ما خدتها ما اخدتهاش بقى، انت ان شاء الله تراجع عليها وتذاكرها، هتذاكرها يعني تاني وهتهتم بيها. فنسيبنا من التراكمات دلوقتي خالص ونهتم بالجديد. ابعد عن اي حاجه بتاذيك نفسيا، اي حاجه بتاذيك نفسيا ابعد عنها. صاحبك ده بيأذيك نفسيا ابعد عنه ولا كأنه قدامك. الموبايل، اي حاجه يا جماعه بتأذيكم نفسيا، مشاكل في الاهل، حوارات الاهل، اي حاجه بتأذيكم نفسيا ابعدوا عنها تماما تماما تماما. بص كده، كام واحد حاطط امله فيك؟ انت شخصيا حاطط امل في نفسك؟ يعني ناس اهلك ووالدك ووالدتك كل اهلك يعني حاطين امل فيك، شوف كام واحد فعلا حاطط امل فيك واملك في نفسك ومنظرك قدام نفسك، وما عادش الا 5 شهور وتكون موجود في لجنه امتحان. خلاصه القول يعني عيشوا تعبدوا، بس اللي هو العباده بتاعتك اللي احنا اصلا مخلوقين عشانها، وبتذاكر عشان توصل للحلم. والمذاكره اصلا لوحدها تعبد، يعني ذاكروا بنيه كمان التعبد. طالب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه في حياتكم يعني. اهتموا بمذاكرتكم وابتعدوا عن اي حاجه ممكن تاذيك، اي حاجه بتضايقك بره حياتي. 5 شهور وبعد كده هرجع اشوف الحوارات دي بس كده. مدركه جدا الضعف النفسي اللي جوه كل واحد فيكم، كل واحد بيقارن نفسه بالتاني، كل واحد شايف نفسه ان هو لا انا مش كفايه قوي، ده انا عندي حاجات وعندي قصور في حاجات كتيره جدا. على فكره عملنا فيديو عن المقارنات وازاي نبطل نقارن نفسنا والحاجات دي، بس برضو مدركه جدا الضعف النفسي اللي جوه كل واحد فيكم. وامنوا بنفسكم وامنوا ان ربنا ادانا قدرات كبيره جدا. انا مدركه على فكره ده كله، ولكن ارميه. دي من ضمن الحاجات اللي بتأذيك نفسيا، وانا قلت ابعد عن اي حاجه بتأذيك نفسيا، ارميها كلها. انت كفايه يا عم. كلم نفسك كلام ايجابي، اوعى تقول لنفسك اي كلام سلبي ابدا ابدا. يعني مش هتبقى انت والزمن على نفسك، يعني مش طول الوقت على نفسك يا جماعه يعني. ايه المشكله لما تقول لنفسك كلام حلو وكلام ايجابي وكلام ان انت فعلا ممتاز ومتفوق وان شاء الله هتوصل؟ بلاش تقولوا الكلام السلبي ده ابدا. وما تنسوش ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في حديث قدسي: انا عند ظن عبدي بي، ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر. ظنوا بربنا خير، ظنوا بربنا خير جدا، ربنا اللي قال اهو: ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر. فايه المشكله يا عم اما تظن في ربنا خير وكمان تثق ان هو يوصلك ان شاء الله في يوم من الايام؟ فظنوا في ربنا فعلا الخير. حافظوا على وقتكم يا جماعه، ما تقفوش مع اصحابكم في الشارع، ما تمسكوش الموبايل تعملوا شات بالساعه والساعتين ايا كان بقى سبب الشات ده ايه، ما تعملوش كده لا. ولعوا في الموبايل ده خالص. انا كل فيديو بقول لكم هكروا التابلت وبتاع، فولعوا في الموبايل، اتصرفوا. حافظوا على وقتكم بقدر الامكان. انا عارفه ان نفسيه مهلكه جدا. روحوا اتوضوا وصلي على طول واخشع في الصلاه. الخشوع في الصلاه بيديك احساس رائع. حاولوا بقدر الامكان تخشعوا في الصلاه، صلوا بهدوء، وتعلموا صلاه الحاجه. ابحثوا عن صلاه الحاجه دي. انا على فكره من ايام اول فتره دي كده انتظمت على صلاه الحاجه دي لاخر السنه. فصلاه الحاجه اللي هم ركعتين دول اهتموا بيهم وابحثوا عنهم ازاي تصلوها واهتموا بيها فعلا. رددوا كتير: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني نفس طرفة عين. حاولوا تشحنوا نفسكم بالايمان، ان هي اكتر حاجه دلوقتي هتقومكم هو ايمانكم بربنا، وربنا اللي هيعينك. وبس كده وصلنا اخر الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى فعلا اكون حفزتكم شويه واكون اديت لكم امل اللي جاي، واتمنى برضه ان اكون افدتكم. ما تقلقوش بجد، ما تقلقوش، كلنا مرينا بالفتره دي وكلنا مرينا باللخبطه اللي انتوا حاسين بيها، وان شاء الله توصلوا لاعلى المراتب وكل واحد فيكم يحقق حلمه. ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك، ما تنسوش تعملوا لايك يا جماعه، حطوا لايك وتسيبوا لنا كومنت، اعملوا اشتراك في القناه لو عملتوا اشتراك في القناه، فولو على الانستجرام وفولو على الفيسبوك وفولو على التيك توك. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. باي باي.